من أكتر السنين اللي أنا بفضل متذكرها دايما سنة 2012. السنة اللي أنا أنهيت فيها مرحلة الثانوية العامة وأبدأ فيها مرحلة الجامعة، والسنة دي اللي مصر بترجع فيها للألعاب الأولمبية في لعبة كرة القدم بعد غياب 20 سنة. زي النهارده كده من 13 سنة وأنا مش مصدق إن الماتش ده والهدف اللي أبو تريكة سجله في البرازيل عدى عليه 13 سنة. زي النهارده كده من 13 سنة الخميس 7 رمضان 1433 الموافق 26 يوليو 2012 مصر في العاصمة الويلزية كارديف بتخسر من البرازيل بالعافية، وكانت تقدر تتفادى الخسارة دي طبعا. ومصر طبعا للأسف كانت خسارة بنتيجة 3-2، وهدف محمد أبو تريكة وهدف محمد صلاح في شباك السيليساو البرازيلي عشان المباراة دي تعيد للأذهان اللي حصل في مباراة جنوب افريقيا 2009 في كأس القارات. هدف ابو تريكة عمرنا ما هننساه ابدا، وعمرنا ما هننسى هدف محمد صلاح برضه في البرازيل. ومش قادرين نصدق ان المباراة دي وهدف ابو تريكة بالتحديد يعدي عليه 13 سنة.